أنه أساس الجهاز الهضمي أو تحديدا الأمعاء الدقيقة تعتمد على البكتيريا النافعة. في بكتيريا نافعة وفي بكتيريا ضارة. كل ما كانت بكتيريا النافعة أكثر حاضرة أكثر من بكتيريا الضارة راح تحسن كثير من وظائف الجهاز الهضمي، وظائف الدماغ، حتى تتحكم الهرمونات، المناعة تاعك تعلى، لأنه البكتيريا النافعة هي المسؤولة على الهضم وامتصاص المواد الغذائية. لأنه في كثير من الناس مثلا يتناولوا مواد غذائية ونلقاو عندهم أنيمي، حتى بعد ما يديروا علاجات وكلش تعاود ترجع لهم، لأنه الناتجة عن سوء الامتصاص. ما يكفيش أنه الغذاء فقط يدخل، لازم عملية الهضم والامتصاص تكون بشكل يعني تتم العملية بشكل كامل. فقلنا أنه لما يكون عندنا بكتيريا نافعة هذا معناه عندنا بيدوز، لأنه البيدوز هو قليل في الأطعمة، ولكن تحديدا هو يعتبر فضلات البكتيريا النافعة. البكتيريا النافعة هي تفرز البيدوز. البيدوز نعرفه أنه مسؤول على فقر الدم، فبكتيريا نافعة لها علاقة بفقر الدم، بمعنى تحسين علاج فقر الدم يدخل فيه البكتيريا النافعة. الشيء الثاني